السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ نصلي على الرسول يلا ونعمل الجمال ده بقى مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ايه ده يا ام احمد؟ ده طبخة الحلة الواحدة يا ولاد، طبخة شعبية بس عايزة اقول لكم تحفة 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 ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الاكل الشعبي بتاعنا الجميل ده بقى، يا اكل على قد الايد. طبعا احنا اخر الشهر وحابة تعملي اكلة سريعة كده، مفيش اسرع من كده والله. عملت ايه، 4 حبات او 5 حبات كوسة كده على واحدة بس، حباية بطاطس واحدة. تمام. على حباية بصل وقرنين فلفل ونص معلقة هريسة شطة ومكعبين ماجي والتوابل عبارة عن ايه، شطة كمون كزبرة، ال7 بهارات فلفل ابيض بس، ما حطيتش ازيد من كده. مسكنا البصلة دي بقى ايه، دعكناها جامد جامد جامد، او يعني خلتها تتخلط ببعضها كده، هي والتوابل. خلطناها يعني هي والتوابل مع بعضها كده جدا جدا. وبعد كده رحنا نازلين عليها بالخضار ده برضو وقعدت ادعكه هو كمان في التوابل والبصلة كده. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. عايزة أقول لكم ريحتها كانت حوار. وحطيت مج واحد بس رز، يعني الخضار اللي انتوا شايفينه ده، حطيت مج واحد رز يا ولاد. عايزة أقول لكم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، والله ريحته ما شاء الله كانت تحفة 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 تحفة. طبعا حطيت عليه كمان خضرة محشي، وحطيت عليها صلصة الطماطم. برضو خلطنا كله ببعضه كده ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ونزلت عليه بالرز. طبعا وكان عندي شوربة غليتها على البوتاجاز كده، ورحت نازلة عليها. وحطيت على الوش شوية زيت من عندي، السمنة بس ما حبيتش احط سمنة، قلت انا عايزة الاكلة خفيفة. ما شاء الله ولا قوة الا بالله، كله ني في ني كده ما شاء الله تحفة. طبعا انتوا عارفين فوائد الكوسة ما شاء الله، يعني الفوائد بتاعتها كتيرة. طيب يا ام احمد انا مش بحب الكوسة، تمام مفيش مشكلة. هاتي البطاطس وقطعها نفس القطع صغيرة خالص كده، وحطيها واعمليها بنفس الطريقة. عايزة اقول لكم ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بس ادعكوا البصلة، خلي البصلة يعني تجيب مية وهي في ايدك كده. الطريقة دي او انك بتخلطي الحاجة ببعضها دي، اللي بتدي نكهة وريحة ملهاش حل. والله يا ولاد البيت كان ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر من الريحة بتاعت الصينية دي، كانت تحفة. والله انت حابة عندك فراخ بقى عايزة تعملي جنبها فراخ، حابة تعملي جنبها لحمة، اللي يريحك. بس انا ما انا قلت لا، انا مش هعمل لا لحمة ولا فراخ، انا هعملها كده من غير بشوربة بس. ما شاء الله ولا قوة الا بالله، كانت تحفة حلوة جدا. سويتها طبعا على البوتاجاز ورحت مدخلاها بقى في الفرن، اخدت الوش التحفة ده يعني تحت الشواية. وما شاء الله غرفناها بقى وشوية سلطة بقى جنبها، ما فيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. شوية سلطة والاكلة دي اكلة يعني مغذية ما شاء الله ولا قوة الا بالله، حلوة جدا. نصلي على رسول الله يا ولاد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. ندعي لاخواتنا في غزة طبعا زي كل فيديو، ندعو لهم ربنا يا رب ينصرهم ويرحم موتاهم ويشفي مرضاهم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. طبعا لازم ام احمد ما ينفعش تسيبي تطلع من الفيديو من غير ما تدوق معاكم. انا كنت بقول لكم حوار، كانت سخنة طبعا بقى وسايحة زبدة كده ما شاء الله، يعني تحفة. انا قلت لكم المرة التانية اللي مش حابب يحط كوسة يا ولاد حطوا بطاطس. تمام. حابة تضيف لها بقى بسلة، حابة تضيف لها اي خضار، ماشي شغال معاه. في رعاية الله يا حبايبي.